في المعاهد الشرعية، ونال الدكتوراه من جامعة أم درمان السودانية. درس في المعاهد الشرعية والأقسام الجامعية أكثر من 20 سنة، وله نهضة علمية في منطقة السيدة زينب قرب دمشق لمدة 25 سنة. بارك الله في علمه وفي حياته ونفع به المسلمين، آمين. ومداخلته أيها الإخوة والأخوات تحت عنوان الحرية والفوضى الهدامة، فله الكلمة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اسمحوا لي أولا أن أشكر الله تعالى ثم عامل هذا الإقليم وشيخ الزاوية البصيرية وإخوانه على ما وفقهم الله إلى مثل هذا اللقاء الذي جمع سادة من دول شتى ليكونوا يدا واحدة من أجل حقوق الإنسان. وإن مداخلتي اليوم ستتناول أمرا دقيقا أفرق به بين معنى الحرية الضرورية للإنسان الذي يعمر هذه الأرض بتكليف من الله، وبين الفوضى التي تبنى على الاستئثار ومصادرة حقوق الآخرين، بحيث لا يرى الإنسان إلا نفسه ناسيا من سواه من بني جنسه. فمنذ خلق الله الإنسان وشرفه بخلافته ونفخ فيه من روحه وهبه الحرية لينمو في هذا الوجود، ليكون منضويا في عالم الإنسان الراشد المكتمل الخلق والخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. ولن يتم للإنسان هذا النمو إلا عن طريق الحركة والنشاط، فهو بحاجة إلى حرية شخصية يحصل بها الخبرات اللازمة. فلا غرابة إذا وجدنا طفلا يعشق الحرية فطرة، فلو وضع في قاعة مملوءة بما يهواه وترك يلهو ثم شعر بأن باب القاعة قد أغلق عليه لعاف كل ما حوله واتجه إلى الباب يطلب الخروج من هذا السجن، تاركا شهوته وهواه وراء ظهره. ومن اللحظة الأولى التي خلق الله فيها الإنسان على هذه الأرض وبدأ التناسل، وجد من يصادر حرية الآخر ولو كان لا دخل له بذلك. فقام ابن آدم الأول كما ذكر الله سبحانه وتعالى بقتل أخيه ملوثا الأرض بدمه، معترضا على قبول الله له، فأصبح من الخاسرين. وخاضت الشعوب حروبها من أجل الحرية، ودفعت تلكم الشعوب راضية أكرم شهدائها وأنفس أموالها وأجمل مدنها من أجل الحرية، رغبة في حياة كريمة تمنح للإنسان فردا كريما وجماعة محترمة، وطنا يسكنه ومواطنة يمارسها، رأيا يبديه وعقيدة يعتنقها. وما معارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن تصل الحرية إلى الناس، حرية العقيدة التي أبى الوثنيون أن يصل المسلمون إليها،
ومن أجل حرية الشعب في عقله وخلقه ومعيشته. واستمرت المعارك من أجل استرداد حرية الشعوب على يد الفاتحين المسلمين حتى وصلت إلى زماننا في العصر الحديث. وما معارك الحرية التي يخوضها الشعب المسلم اليوم في كل أرض إلا من أجل ذلك. وإن من أعجب ما نقرأ ونسمع التفاخر والتباهي بوضع ميثاق حقوق للإنسان وأنهم لم يسبقوا إليه. وذكروا في ذلك الميثاق في المادة الأولى: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. كلمات تبعث البهجة في النفوس ولكنها بقيت حبرا على ورق وجعلت مواد لا واقع لها على أرض الواقع. فمنذ دونت إلى يومنا وجدنا ملايين من أهل الأرض هضمت حقوقهم ودمرت بلادهم وصودرت حريتهم، وخاصة في بلاد المستضعفين من أهل الأرض. لذلك كانت الحرية مبدأ من مبادئ الإنسان الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، فأعطاه حرية اختيار الدين لا إكراه في الدين، وأعطاه الحرية في ميادين الحياة، ولا يجوز لأحد أن يفرط في حقه في الحرية والكرامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولقد حقق الصحابة رضوان الله عليهم الحرية للناس، فأقبل ذلك القبطي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم زمن سيدنا عمر يشكو ابن عمرو ذاك الذي ضربه في السباق، وأتى سيدنا عمر رضي الله عنه ليستخدم عمرا وابنه، وطلب من القبطي أن يضربه كما ضربه، وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن معنى الحرية تعرض للتلاعب والتحريف والاستغلال، فجعل الغربيون منه شراكا جميلا يصطادون به الضعفاء من الشعوب، وسخروا الشعوب كعبيد في حروب دامية مدمرة لا غاية من ورائها إلا حراسة مطامع أولئك الأقوياء واستبقاء سيطرتهم على موارد الثورة. فهل اختلف معنى الحرية عند الفرنسيين والإسبان والإيطاليين عن غيرهم من الإنجليز أو غيرهم من الأرض الذين سيطروا على الشعوب المستضعفة؟ لقد تلاعب أولئك بهذه المعاني وكالوا بمكيالين حتى نبت من أبنائنا من أساء فهم الحرية فانتقل إلى الفوضى. فالحرية الفكرية عند بعض أبنائنا أن يجهر بشتم عقيدة الأمة، وأن يستخف بدينها وكتبها المقدسة، وأن يتطاول الابن على أبيه والتلميذ على معلمه والصغير على الكبير والجاهل على العالم. ومن لم يفعل هذا فهو رجعي لا يؤمن بالحرية. والحرية الشخصية عند الآخرين أن يعمل ما يشاء وأن يرتكب من المنكرات ما يريد دون حد للتصرفات من آداب المجتمع أو قوانين الدولة. والحرية الصحفية عند آخرين أن يشتم خصومه السياسيين وأن ينعتهم بالخيانة والسرقة والإجرام والتآمر، فإذا حيل بينه وبين ما يريد كان عدوانا على الفكر وحربا على الصحافة وقيدا للقلم وخرقا للقانون. هذه مفاهيم خاطئة للحرية نشأ عنها ما نراه في مجتمعاتنا من فوضى وفساد واضطراب على كل الصعد، فهو تزوير باطل
لأنبل مبدأ من مبادئ الحياة الإنسانية. أيها السادة، أيها السيدات، أنرى أحدا يزعم أن من الحرية التجارية أن يتاجر الإنسان مع عدو وأن يتجسس له، وأن من الحرية الفكرية أن يدعى إلى تغيير نظام الدولة الآمنة بالقوة والعنف، وأن من الحرية الصحفية أن يشتم رئيس الدولة، وأن من الحرية الشخصية أن يعطل السير في طريق عام. يجب أن نفرق بين حرية تأذن باستعمال حق الإنسان بحيث لا يطغى على حق الآخرين، وبين الفوضى التي هي طغيان على حقوق الآخرين وأنانية، وهي باب التخريب لكل شيء صالح. لا بد أن يعلم أن الحرية سلاح له حدان، إن استعملت استعمالا حكيما فهي أداة الصلاح، وإن استعملت استعمالا سيئا فأداة شر وفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا وضع فيه الحد الفاصل بين الحرية والفوضى عندما شبه المجتمع بسفينة وأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لماذا لا نخرق في مكاننا خرقا ونأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا، فكان عملهم عن حسن نية وكانت العاقبة أن سيغرق الجميع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ففي هذا المثل ما يجب عليه أن يكون موقف الجماعة ممن يسيئون استعمال حريتهم الشخصية بما يؤذي الشعب ويضر الوطن ويفسد على الناس أمرهم. لقد عقل سلف هذه الأمة معنى الحرية، فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته الأولى: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وجاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: اتق الله يا أمير المؤمنين. فقيل له: أتقولها لأمير المؤمنين؟ فقال عمر: دعوه فليقلها لي، نعم ما قال، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. لذا يلزم أن نعلم أن الحرية جوهرة ثمينة تضاف إلى شخصية الفرد لتعينه على حل مشكلاته وتكييف حياته، فهي ليست غريزة هائجة متهتكة يلهث وراءها جائعون فاسدون ومفسدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأمة مجدها وعزها، وأن يكون لها حرية في هذا العالم العصر الحديث من أجل أن ندخل إلى آفاق جديدة. لي نداء أخير أختم به كلامي: لماذا لا يكون للبلاد العربية والإسلامية اتحاد كبقية اتحادات الدول؟ فهناك اتحاد للولايات الأمريكية واتحاد للولايات الروسية واتحادات اتحاد أوروبي، ولا يوجد اتحاد للبلاد العربية والإسلامية. فإلى متى ومتى سيكون هذا الاتحاد الذي يكون قوة للأمة إن شاء الله وإعطاء لكل ذي حق حقه؟ أختم كلامي بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.